ينضم معنا الآن على الهواء مباشرة عضو لجنة الأمن النيابي النائب محمد الرميثي. حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك كفاح، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله وشكرا لانضمامك معنا ضمن برنامج نقطة نظام والحديث عن شريحة أبناء حشد الدفاع بعد تبنيك هذه القضية، ويعني هنالك جهود حثيثة من قبلك ومراجعات كثيرة، هنالك مطالب كثيرة، كتب أرسلتها كثيرة لهذه الشريحة لإنصافها. نعم. تحية طيبة لحضرتك ست كفاح ضيفك الكريم. أنا ما جاي أتابع البرنامج، ما أعرف يا الضيف الموجود، أستدري بداء من ضيوفك مميزين. ربي يحفظك. الكادر البرنامج كلكم صراحة على هاي الجهود المبذولة، والصوت صوت يعني صراحة مهم لقواتنا الأمنية والجهود المبذولة من حضراتكم. ربي يحفظك. الموضوع أخوتنا حشد الدفاع صراحة يعني بقى هو موضوعهم الأخير إن شاء الله، من بعد ما تم إن شاء الله تضمين في الموازنة أخوتنا نفسخ عقودهم 107,000 تقريبا. بقت أخوتنا إن شاء الله، إحنا وزير الدفاع جزاه الله خير متعاون جدا، وحصلنا الموافقة من وزير الدفاع وكذلك دولة رئيس الوزراء أيضا. باقي بس إن شاء الله شيء قليل نخليها في وزارة المالية الموازنة ترفع إن شاء الله برئاسة الوزراء ونصوت عليها في مجلس النواب، لكن إحنا نريد الخطوة الأخيرة أنه في في وزارة المالية تدرج، وإن شاء الله نبشرهم أخوتنا، وإن شاء الله نتواصل ويا أغلب أخوتنا في حشد الدفاع، وإن شاء الله عن قريب نزف لهم البشرى، وهذا حقهم وحق بسيط جدا على مقابل الجهود اللي بذلوها في أيام صعبة جدا، أيام قتال داعش، الأيام الصعبة من ناحية الحر والبرد اللي وقفوا به، الأيام اللي أغلبهم الآن أخوتنا عندهم شهداء، عندهم جرحى. صراحة أنا تجيني مقاطع فيديو لجرحى، يعني صراحة وضعهم جدا صعب. إن شاء الله إحنا نعدهم إحنا وأخوتهم النواب، طبعا للأمانة كثير من أخوتنا النواب أيضا مسانديني بهذا الموضوع، يعني أخص بالذكر أخونا الأستاذ ياسر وتوت أكثر شيء أكثر وياي، وبقية الأخوة النواب يعني ما مقصرين، وإن شاء الله الأيام القليلة إن شاء الله تضافرنا كلنا ناخذ حقوقهم إن شاء الله ونرجع لهم هذا الحق، وإن شاء الله نحاول أنه يعني نقدم لهم خدمة بسيطة مقابل التضحيات اللي قدموها للبلد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بالنسبة لعقود عدنان الأسدي أيضا هنالك يعني كانت جهود من قبلك لهذه الشريحة، وكثر الرسائل اللي تردنا للبرنامج بخصوص تضمينهم. نعم أنا أتذكر جاوبت على هذا السؤال. نعم، لكن الرسائل كثيرة. نعم. أقول عدنان الأسدي أيضا مضمنين من ضمن الفئات اللي شملتهم وزارة الداخلية. واتصلت أنا في وقتها بالأخ اللواء الأستاذ حسين سبهان. نعم. وأيضا قال ضمناهم وودوا لهم أغلبهم رسائل وفحصوهم وخلوهم بالجدول، وإن شاء الله باقي بس على التخصيصات المالية اللي هي إن شاء الله في إقرار الموازنة، وأيضا إن شاء الله راح يباشرون حالهم حال بقية إخوانهم إن شاء الله. نشد على إيدك طبعا أنت والأخ ياسر في موضوعات المفسوخة عقودهم، المتطوعين الفاحصين الهاربين، كثير من الأمور اللي أنتم حضراتكم أنتم كانت لكم بصمة لهم إن شاء الله، ويرجعون إلى وظائفهم إن شاء الله، ويرجعون هذا باب رزقهم إن شاء الله ويعيشون بكرامة. والله إحنا دائما نتحدث قواتنا الأمنية إحنا نعم. المسؤولين الأول والأخير عنهم لجنة الأمن والدفاع، وجميع اللجنة تحيات، أنقل جميع اللجنة تحياتها نعم. من رئيسها نوابها كلهم، ونعدهم أنه إحنا راح نكون معاهم، ما راح نعوفهم الآخر لحظة إن شاء الله. إن شاء الله. الشكر الجزيل لانضمامك معنا عضو لجنة الأمن النيابي الأستاذ محمد الرميثي. طبعا وياك أخوك مدير إدارة حشد وزارة الدفاع سعد الشمري. حياك الله أخ سعد، يا أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. طبعا باسمي واسم مجاهدي وأبطال حشد وزارة الدفاع نشكرك ونشكر النائب المحترم محمد رسول الرميثي على ما قدم من جهود، وطبعا اشتغل شغل ان الصدق هو اشتغل بصمت، ولكن اشتغل وحقق نتائج رائعه ووصل صوتنا. طبعا هو الاول من النواب اللي وصل صوتنا لرئيس الوزراء بالنيابه عني وعن جميع مقاتلي حشد وزاره الدفاع. نقدم له الشكر والتقدير، ونشكر قناتكم اللي هي قناه صوت الحق، تعتبر قناه الشرائح المظلومه، ونشكر المدير الاذاعه
ونشكر المخرج طبعا احسان حداد والكادر، ونشكرك انت يا اختنا شجاعه، ونشكر هم ضيفك اللي امك مسلمين عليه. الله يسلمك عزيزي، حياكم الله. طبعا هو واكبنا لان دائما ضمن الحلقات مرات ناخذ اتصالات. شكرا لك. طبعا نستقطع جزء من الحلقه. شكرا يا اهلا وسهلا بك. نقطة نظام.